السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناة الشيف عبد الحق. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أقدم لكم وصفة سباكيتي بلا صوص طوماط أو صلصة طماطم والكفتة ولي شامبينيون. كتجي رائعة جدا بحال المطاعم الكبرى. إذا ابقوا معنا لتشاهدوا الوصفة. إذا على بركة الله مشاهدي الكرام، بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو واحد 300 غرام من الكفتة. كتلاحظوا معنا راه فيها القزبر مع الدوز ديالها والعطرية ديالها، الملح والبزار. غادي نحتاجو واحد 2 ملاعق كبيرة ديال مركز الطماطم. غادي نحتاجو ايضا باش غادي نديرو لي باط في الماء، غادي نحتاجو واحد الملعقة كبيرة من الزبدة. هاد ضامة البنة ديال لي باط والملح والبزار. غير بالنسبة لضامة البنة ديال لي باط راه هي هادي، نوريها لكم، راه مرسوم فيها لي باط، معرفتش كيبان لكم ولا لا. اسمحوا لي راني دايرها مقلوبة. هانتوما كي كتلاحظوا معنا راه مرسومين فيها لي باط هنايا. دونك هادي اللي غادي تشريو ديال لي باط. غادي نحتاجو ايضا الملح والبزار باش غادي نشحرو الكفتة مع الصلصة ديال الطماطم اللي غادي ترافق لنا سباكيتي ديالنا. واحد 10 دراهم ديال الجبن الاحمر اللي غادي نحكوه. غادي نحتاجو 2 ديال الحبات ديال الطماطم يكونوا الحجم الكبير، كتلاحظوا معنا 2 مطيشات كبار اللي غادي نحكوهم. هنايا عندنا واحد 5 ديال الطريصات ديال التويمه اللي غادي نحكوهم. هنا غادي عندنا تقريبا واحد 2 ملاعق كبيرة ديال القزبرة والبقدونس اللي غادي نشحرو بهم الصلصة. بطبيعة الحال عندنا هنايا الفطر او لي شامبينيون، كتلاحظوا معنا اللي عاد غادي نقطعوهم رقيق. وهنايا بطبيعة الحال عندنا لي سباكيتي. انا هنايا غادي نستعمل غير نصف باكية، هذه راه ديجا مفتوحة. كتلاحظوا معنا راني خدمت استعملت النصف في واحد سباكيتي اخرى، وهذه راه باقي لي النصف ديالها. كتلاحظوا معنا على هذا الشكل. فغادي نصيبو ان شاء الله في هذه الوصفة. وفي النهاية غادي نحتاج الماء الساخن اللي غادي نوضعه حالا فوق النار باش يسخن ليا. اذا المشاهدين الكرام، بعد ما وضعت الماء ديالي يسخن غادي نبدا باش نحك الطماطم ديالي ونحك الفرماج ونحك الثوم على ما يسخن ليا الماء. عاد غادي نضيف له الزبده وضامة البنه والملح والابزار. اذا نبداو بحك الطماطم. اذا على بركه الله كي كتلاحظوا معايا قسمت الطماطم ديالي على اثنان، وغادي نبدا نحكها في هاد العين هادي، هاد الكبيره هادي كتلاحظوا معايا. اذا بسم الله على بركه الله نبدا بحك الطماطم ونلتقي بعد الانتهاء. اذا مشاهدينا الكرام كتلاحظوا معايا بعدما انتهيت من حك الطماطم ديالي، كتلاحظوا معنا هما واجدين ليا. في هذه الاثناء غادي ناخذ الزبده وضامه البنه ديال لي باط والملح والابزار، لان الماء راه غلا لينا. تابعوا معايا. اذا كيف كتلاحظوا معايا مشاهدينا الكرام كل شيء الماء راه بدا كيغلى لينا. غادي نلوحوا الزبده ديالنا على هذا الشكل، الملح والابزار على هذه الطريقه. ضامه البنه غادي نحاولوا نفرتوها، كتلاحظوا معنا على هذا الشكل هذا، ونخليها واحد 5 دقائق وعاد غادي نضيفوا عليها لي باط. اذا مشاهدينا الكرام كي كتلاحظوا معنا بعد مرور 5 دقائق على وضع ضامة البنه والملح والبزار والزبده، كتلاحظوا معنا حتى الزبده راه دابت لينا. الان في هذه المرحله هذه سوف نقوم باضافه لي باط كي كتلاحظوا معنا على هذا الشكل، وسوف نقوم بقسمتهم على اثنان على هذه الطريقه هذه، وغادي نطلقوهم على هذا الشكل في الماء الساخن باش يتسلقوا لينا. وهاد لي باط اللي كيبقاو هكا خارجين كندخلهم بالملعقه وكنحركوهم على هذا الشكل باش كنفكوهم باش الطياب كيدخل بيناتهم. نخليهم لمده واحد 15 دقيقه على نار معتدله، ما تكونش مجهده بزاف باش يطيبونا على خاطرهم. اذا مشاهدينا الكرام بعد ما وضعنا السباكيتي ديالنا يطيبوا لينا، بقات لينا غير هاد التويمه هذه باش غادي نحكوها بسرعه على هذا الشكل باش ان شاء الله غادي نبداو بالطياب ديال الكفته ديالنا ولا صوص ديالنا. اذا كيف كتلاحظوا معايا مشاهدينا الكرام الان لقد انتهيت من حك الثوم ديالي. كتلاحظوا معنا على هذه الطريقه هذه. غير بالنسبه للجبن الاحمر ما غنحكوش دابا حتى نقربوا نوجدوا السباكيتي ديالنا، وعاد غادي نحكوه فوق الوجه ديال السباكيتي ديالنا. الان عندي هنا كلشي واجد. غادي ناخذ المقلاة ديالي على هذه الطريقه فين غادي نطيب كفته ولا صوص. غادي نضيف ليها واحد شويه ديال الزيت، واحد شويه على هذه الطريقه هذه. ثم غادي نضيف الكفته ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نضيف عليها الطماطم، مطيشه ديالي اللي حكيت قبيله. غادي ندير القزبر والمعدنوس، ندير الملح والابزار، وغادي نوضعوا الكل فوق النار. وعاد من بعد باش غنزيدوا مركز الطماطم. يبقوا معنا وسوف نبدا في تحريك العناصر على هذه الطريقه هذه باش نوزعوهم على جميع اطراف المقلاة.
الآن سوف أقوم بإضافة الثوم، وسأضيف مركز الطماطم على هذا الشكل، وأبدأ بتحريك العناصر مرة ثانية على هذه الطريقة هذه. الآن مشاهدي الكرام بعدما انتهيت غادي ناخذ واحد نصف كأس ديال الماء، غادي نضيفو على هذا الشكل، وغادي نشد على كل شيء بالغطاية على هذه الطريقة هذه، ونخليه يطيب مدة واحد 20 دقيقة على ما طيب لينا الكفتة، وعاد غادي نضيفو لي شامبينيون يبقاو معانا. الآن مشاهدي الكرام على ما ننتظروا طيب لينا الكفتة ديالنا، غادي ناخذ هاد لي شامبينيون على هذا الشكل، وغادي ناخذ مقص، وغادي نبداو نقطعوهم على هذه الطريقة هذه كي كتلاحظوا معنا على هذا الشكل. نحاولوا ما نقطعوهمش رقيقين بزاف، وما يكونوش عاوتاني غلاط بزاف، يعني يكونوا بحال هذا الحجم هذا كتلاحظوا معنا على هذا الشكل، يعني يكونوا متوسطين الحجم، باش ملي كتاخذوا سباكيتي مع الكفته مع لاصوص كتحسوا بان هناك شامبينيون. اما الا تقطع رقيق بزاف ما تحسش به كاين، يعني هو غيطلق اللذه ديالو كاين ما تحسش به، ولكن اللذه ديالو هو تاكلو هكا مقرمش. غير حنا الشامبينيون كنضيفوه حتى كطيب لينا الكفته، وكتشحري واحد شويه واحد 5 دقائق. الا درناه من الاول غادي يهبط لينا، راكم عارفين الشامبينيون كيكون فيه داك القرمشه ديالو واحد لو كروكون. اذا الان نكملوا تقطيع لي شامبينيون ونلتقي بعد قليل. اذا الان مشاهدينا الكرام لقد انتهيت من تقطيع لي شامبينيون. الان المرحله المواليه اللي باقا ناقصاني هي غادي نحك هذا الفرماج بسرعه على هذه الطريقه هذه، نوجدو ونلتقي بعد قليل. اذا كيف تلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام لقد انتهيت من حك الجبن الاحمر، كتلاحظوا معنا على هذه الطريقه هذه. هما واجدين ليا الشامبينيون والجبن الاحمر، والان غادي نمشيو باش نطلعوا على الكفته ولي بات فين وصلوا لينا. اذا مشاهدينا الكرام في هذه الاثناء هذه غادي نبداو نطلعوا على لي بات ديالنا. غادي ناخذ شي وحده باش غادي نقوم بالتذوق ديالها. لي بات راهم واجدين وفنين بزاف، فيهم واحد المذاق رائع جدا، لان ديجا داك ضربة البنه ديال لي بات اللي درناهم مع الزبيده والملح والبزار كتعطيهم واحد المذاق رائع جدا، واخا ما يكونش زعما واخا ما تكونش هاد لاصوص راه يتكلوا هكاك بوحدهم فنين بزاف كيجيو. اذا غادي نطفي عليهم مباشره. بالنسبه للكفته ديالي غادي نحل عليها راها علاين، غادي نبدا بتحريك كل العناصر للمره الثانيه على هذا الشكل هذا باش يندمجوا لنا جيدا. كتلاحظوا معنا حتى لاصوص ديالنا راها جاهزه، غادي نحركو جيدا حتى يندمجوا لينا. نقرب لكم الكاميرا كتلاحظوا معنا. وفي هذه الاثناء مشاهدينا الكرام غادي نقوم باضافه لي شامبينيون ديالي، لان الكفته راها طابت لينا. الشامبينيون هما التوالا كينزلوا. غادي نستمر بالتحريك على هذه الطريقه هذه حتى يندمجوا لي شامبينيون جيدا مع باقي العناصر، وغادي نتركهم يتشحروا لينا واحد 5 ديال الدقائق اخرى، ثم سوف اطفئ النار. في هذه الاثناء غادي ناخذوا لي سباكيتي ديالنا اللي هما هنايا، وغادي نبداو نصفيهم حالا باش نوجدوهم يبقوا معنا. اذا على بركه الله مشاهدينا الكرام في هذه الاثناء هذه غادي ناخذ مصفات على هذه الطريقه هذه، ونبدا بسكب لي سباكيتي ديالي. كتلاحظوا معنا على هذه الطريقه هذه، كتلاحظوا معنا بهذه الطريقه راه مكيلصقوا لينا ما والو. انتم كتلاحظوا معنا نبطوا هاد الجويجات اللي بقاو، كتلاحظوا معنا هانتينا كيلصقوا لينا ما والو، كيجيو رائعين جدا بهذه الطريقه هذه. نحركوهم واحد شويه على هذا الشكل، نخليهم يتصفاو لينا جيدا، نخليهم جانبا ونقابلوا الكفته ديالنا على ما توجد لينا. اذا مشاهدينا الكرام كتلاحظوا معنا الصلصه ديالنا هي جاهزه لينا. كي كتلاحظوا معنا المويته ديالنا كتحمر مع الكفته كتجي رائعه جدا، واحد الرائحه منبعثه منها فنه بزاف. الان مباشره غادي ناخذ طبق التقديم. انا غادي نقدم في هذا الطبق هذا، غادي نوضع لاصوص سباكيتي جانبا على هذا الشكل هذا. اذا على بركه الله غادي ناخذ لي بات ديالي نوضعهم غير بشويه على هذا الشكل هذا. يعني نتوما يمكن لكم تختاروا واش ديروا جوج ديال الاطباق ولا طبق واحد تقدموا فيه كل شيء. انا في هذه المرحله هذه غادي ندير جوج ديال الاطباق سيباري باش نوريكم طريقه التقديم كي كتجي. كنجمعوا هاد الجنيبات كنحاولوا يجينا على شكل مستطيل، ما تجي حتى شي وحده خارجه. لاحظوا معنا تقاد لينا على هذا الشكل. نقرب لكم الكاميرا اكثر، لاحظوا معنا كنظن هكا راه واضح على هذا الشكل هذا.
قدو الجنيبات مزيان باش كتجي لا بريزونطاسيون زوينه. الان غادي ناخدو واحد المغرفه بحال هادي، بحال ملعقه كبيره، وغادي ناخدو لاصوص ديالنا كتلاحظوا معنا كنهزو على هاد الطريقه هادي، ونبدا بوضع لاصوص ديالنا غير بشويه على هاد الطريقه هادي. نحاولوا باش نخليوها فريمون في الوسط، ما تسيحش لينا الى الاسفل على هاد الطريقه هادي. فوالا على هاد الشكل. الان بعد الانتهاء من وضع الصلصه، في هاد المرحله غادي ناخدو الجبن الاحمر اللي وجدنا، غادي نوضعوه على هاد الطريقه هذه في وجه لي سباكيتي ديالنا مباشره. راه غادي يذوب لينا لان مطيشه راها سخونه بزاف، السباكيتي تاعي راه سخونه. داك السخونيه راه كتطلع مع الطماطم او مع الجبن الاحمر، وراه غادي يذوب لينا حالا. نخليه واحد 5 ديال الدقائق وانتم غادي تلاحظوا معنا كيفاش غادي يذوب. اذا كيف كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، الجبن الاحمر راه بدا كيذوب لينا كي كتلاحظوا معنا على هاد الطريقه، راه كيذوب بوحدو مع الوقت لان كلشي ساخن اوتوماتيكمون غيذوب. غادي ناخذ واحد الورقه ديال القزبره كنوضعوها على هاد الطريقه هذه فقط بوغ لا ديكوراسيون للديكور، وبالتالي كيصبح لنا الطبق ديالنا جاهز للتذوق. كتلاحظوا معنا كيجينا على هذا الشكل هذا سباكيتي بلا صوص طوماط والكفته ولي شامبينيون، كيجي رائع جدا. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه في البيت ديالكم لانها لذيذه جدا، وبحال ديال المطاعم الكبرى. راه بحال هكا كيتمشاو المطاعم الكبرى بنفس الطريقه، على الطريقه الايطاليه، كتجي رائعه جدا. نتمنى انكم تجربوها بالبيت ديالكم. شكرا كثيرا على تعليقاتكم الطيبه التي اقراها كلها. شكرا كثيرا لكم واحد، وشكرا بزاف لكم. لا تنسوا الضغط على الزر الاحمر من اسفل الفيديو لتتواصلوا بجديد فيديوهاتنا. شكرا لكم، الى الحلقه المقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.